السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ليه يا صديقي لازم دايما تطور من نفسك حتى لو ربنا كرمك واشتغلت في شركة كبيرة جدا؟ لأن اللي ما بيطورش من نفسه ويتابع الجديد دايما هيقعد في البيت ومش هيكمل. ناس كتير جدا بتخاف من الاي اي، الذكاء الاصطناعي، وبيخافوا ان في يوم من الايام الاي اي ياخد الوظيفة بتاعتهم ويقعدوا في البيت. احب اقول لك انه كمان لو انت ما طورتش من نفسك وعرفت دايما ايه الجديد وكنت ملم باللي بيحصل في المجال بتاعك برضه هتقعد في البيت. خليني احكي لك قصة كده لطيفة حصلت معايا. في زمن ما كده دخلت اشتغل في شركة كمصمم جرافيك. ده كان الوظيفة اللي تنفع لي في المكان ده، ما كانش فيه برمجة ولا اي حاجة. دخلت كمصمم جرافيك وكنت خايف جدا عشان معلوماتي في الفوتوشوب من وجهة نظري انها تبقى اقل بكتير من مصممين او مصممات الجرافيك الموجودين في المكان. ولما دخلت شفت الفريق، كان في بنتين موجودين في الفريق وكانوا شغالين بقالهم سنين في مجال الجرافيك، مصممات جرافيك في المكان. دخلت ابص على الشغل اللي بيعملوه، لقيته من وجهة نظري بسيط جدا جدا فوق ما تتخيل. الشركة دي كان عندها عملاء، والعملاء دول عندهم مواقع، والمواقع دي بتحتاج يتحط فيها كونتنت، صور، وكان الصور دي بتحتاج ان احنا نعمل لها شوية انهانسمنت كده، ونضيف اللوجو بتاع الشركة في مكان معين، ونضغط الصورة ونسيف الصورة بامتداد معين، وكل الكلام ده. طبعا دلوقتي في ابلود سكريبتس بتعمل القصة دي كلها، يعني مجرد ما ترفع الصورة تقدر تعمل فيها كل اللي انا قلته ده. ساعتها ما كانش فيه الامكانيات الجميلة دي. المهم، انا تخيلت للحظه ما ان انا اقل واحد في المكان في الجرافيك، وخبرتي في الفوتوشوب ما تجيش حاجه جنبهم، وكنت طبعا غلطان، لان انا كان مستواي بالنسبه لهم بفضل الله ونعمته كان سابقهم بسنين ضوئيه. هم ما كانوش عارفين الاكشن في فوتوشوب، ودي حاجه بسيطه جدا، حاجه عامله زي الماكروس في عالم البرمجه، مجموعه من الاكشن ورا بعض بتتعمل بزرار واحد بس. يعني تدوس على اختصار، الاختصار ده يفتح الصوره، يضيف اللوجو في حته معينه، يعمل لها ريسايز، بعد كده انهانسمنت شويه تحسينات، بعد كده يضغط الصوره، بعد كده يسيف الصوره في مكان معين. انت كنت بتحتاج انك تفتح الصوره وتدوس على الزرار ده. كان في بقى حاجه اجمد من كده وانا كنت عارفها، كنت شغال في العالم ده فتره، في موضوع الاتمته او الاوتوميشن، انك تعمل باتش فايل. الباتش فايل ده بتحطه جنب الصور، تدوس عليه دبل كليك يفتح جميع الصور، يعمل كل السايكل اللي انا حكيت لك عليه ده بدون تدخل من حضرتك خالص. عايز تعدل على الباتش فايل في اي لحظه تعدل عليه وتضيف عليه اللي انت عايزه ويقوم بالمهمه دي كلها. هنا يا شباب مفيش ذكاء اصطناعي، هنا مفيش اي اي الناس خايفه منه. تفتكر لو انا اديت الباتش فايل ده للمدير وفهمته اللي بيحصل ده كان هيعمل ايه؟ اول حاجه هتخطر على بالك انه هيطير البنتين اللي شغالين مصممات جرافيك دول، لانهم بقالهم شهور في المكان بيعملوا بس الشغل ده. مع السلامه، مش عايزهم هو في حاجه، هو مش عايزهم في اي شغل جرافيك تاني. معنى كده ان شغل الاوتوميشن الخفيف ممكن يطير ناس من المكان لو هي ما طورتش نفسها وعرفت تستخدم الكلام ده، او عرفت تبقى ملمه بالجديد في مجالها، عرفت تثبت نفسها وتعمل حاجه الاوتوميشن والاي اي وكل الكلام ده ما ينفعش يعملها. لازم تطور نفسك وتثبت نفسك في المكان مهما حصل، وباذن الله هتفضل محافظ على مكانك حتى لو الاي اي وصل لدرجات خرافيه، حتى لو الاوتوميشن عمل معجزات، برضو لازم تضيف بصمتك عشان تفضل موجود في المكان اللي انت فيه. طبعا انا مش بخوفك خالص، ده انا بحمسك انك تتعلم وتطور نفسك وتعرف الادوات اللي في مجالك. جايز لو انت راجل جامد وعملت الباتش فايل ده وعرضته على مديرك هو يحبك، لان اصلا انت اللي علمته الكلام ده وعرفته ان انت اللي بتمانج الكلام ده. انت دلوقتي الكنترولر، الشخص اللي بيتحكم في الشغل، مش واحد يجي يقول له بص انا هعمل لك سيرفيس معينه مش هتحتاج بعدها الموظفين اللي عندك دول. طور نفسك يا صديقي عشان العالم بيجري وانت محتاج تجري معاه. شكرا.